اسماء إثماء أزلف اللون. السيدات والسادة النظارة الأعزاء، كنرحبوا بكم في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. هذه الحلقة ديال اليوم غيكون الموضوع ديالها هو التاريخ، تاريخ المغرب بقضاياه وأسئلته وإشكاليته الكبرى. غادي نتناولها مع واحد من الباحثين المعروفين في التاريخ القديم بالمغرب اللي هو الأستاذ مصطفى وعشي. قبل ما نخوضوا النقاش مع الأستاذ وعشي كنحيلكم على الروبورتاج. ظلت الأمازيغية على مدى آلاف السنين بمثابة الثابت الحضاري المميز لشمال إفريقيا والمغرب، رغم اختفاء العديد من اللغات والثقافات والحضارات القديمة، بل بقات الأمازيغية متواجدة في تفاعل عميق مع مكونات حضارة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. عندما نتحدث عن التاريخ القديم المغربي وبالخصوص في كل ما يتعلق بالتواجد الأمازيغي، نجد أن هناك إغفال للتواجد الأمازيغي، وكأن المغرب هو مجرد بقعة تداولتها كثير من الحضارات ولا نتحدث عن الساكنة المحلية. هل فعلا تاريخ المغرب القديم يبدأ مع التواجد الفينيقي؟ وهل يبدأ كذلك مع التواجد البونيقي والتواجد الروماني؟ هذه الحضارات التي غزت المغرب وجدت ساكنة في المغرب وتفاعلت معها وتبادلت معها مواد متعددة، إذن كانت هناك ساكنة. لماذا تم إغفالها وتغييبها من التاريخ المغربي؟ هل المسألة مسألة سياسية أم مسألة ناتجة عن الأجنبي؟ تعتبر تاريخ المغرب وحضارته ضاربة في القدم. خلال فترات ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا تعاقبت عدة حضارات أمازيغية، منها الحضارة الأشولية، المستيرية، العسيرية، الموريتانية الطنجية، وأخيرا الحضارات الإسلامية بالمغرب. ينبغي أن نعيد كتابة التاريخ المغربي بطبيعة الحال للتعرف على طبيعة الحضارة وطبيعة الثقافة التي كانت موجودة في عصور قديمة جدا، إلا أنه ينبغي أن نعيد كتابة هذا التاريخ بطبيعة الحال طبقا للقواعد العلمية، واعتمادا بطبيعة الحال على الوثائق الأركيولوجية والوثائق التاريخية الصحيحة. تيبقى التفكير في إعادة النظر في تاريخ المغرب وإيجاد قراءة جديدة اللي عليها غيمكن يتنور كل صفحاته على ضوء الإنصاف والترسيم، واللي دعا عليه الدستور الجديد بكل قوة. الأستاذ مصطفى وعشي، كيتقال عادة بأنه التاريخ ديال الأمم والشعوب عليه كيتبنى الوعي بالذات الحضارية، وبالتالي هذا الوعي هذا هو اللي كيكون الأساس ديال الإبداع والأساس ديال الإنتاج ديال واحد الأمة أو واحد الشعب من الشعوب. فكيتقال أيضا بأن المغاربة عندهم ضعف في المعرفة بالتاريخ ديالهم، أو أنهم كيعرفوا الأجنبي أكثر. إلى ماذا يرجع ذلك؟ بالفعل التاريخ هو عبارة عن حوار بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأن علم التاريخ يرتبط بالإنسان ويجري وراءه عبر مختلف العصور. ومن المفروض أن التاريخ اللي هو كيمثل الذاكرة الجماعية للمجتمع، المفروض أن جميع المغاربة يكون عندهم علم بهذه الذاكرة هذه. لكن مع الأسف، مع كامل الأسف، أن هذا التاريخ لا يعرفه إلا القلة القليلة، أي النخبة، خاصة الآن النخبة الموجودة لا أقول في الجامعات فقط، ولكن النخبة الباحثين ورجال الآثار فقط. ومع الأسف هذه المعلومات الجديدة لا تصل إلى المواطن ولا إلى الناس. فربما من الأسباب، أعتقد أنا من الأسباب أولا هناك توجه معين في التدريس، يعني بالنسبة للكتب الدراسية، يعني تتحدث خاصة كتب التاريخ تتحدث عن كل شيء إلا عن المغرب، أو عندما تشير المغرب تشير بطريقة توحي للمتلقي كأن هذا البلد لم يعطي شيئا. وكاين كذلك حتى هذا النقص ربما راجع إلى نظرة
الى نظره كان في الواقع فكره طرحها المستعمر، سواء المستعمر الفرنسي او المستعمر الاسباني، على ان الامازيغ او سكان المغرب او المغاربه لم يعطوا اي شيء خلال مختلف المراحل، وان الاثار البارزه اما رومانيه واما برتغاليه. ولهذا عندما نتنقل في اي منطقه من المناطق وتوجد قلعه او اثار اما برتقيزيه واما ارومي، هذا هو المشكل. فاذا طرحت هذه الفكره وظلت موجوده لي الى يومنا هذا، لدرجه ان مثلا لان كما تعرف استاذ انا كان عملت تحريات اثريه، لما تسال شخص مثلا في داخل مثلا في مرموشه، في مزار مرموشه ما الا غير كيقول لك هذه راه كاين واحد الاثار برتقيزيه برتغاليه. يعني دائما الانسان داخل في ذهنه اما الرومان واما البرتقيز، بمعنى دائما الاجنبي هو اللي تماما. وهذا الموضوع كذلك، هذا المشكل، هذه الاشكاليه فرضت خلال التنقيبات الاثريه التي اجريت خلال فتره الحمايه الفرنسيه والاسبانيه، لدرجه انه لما يجدون اي اثار خاصه في الفخار ماذا يقولون؟ هذا فخار بوني فينيقي، رغم ان هذا الفخار لا وجود له لا في قرطاجه ولا في فينيقيا، ومع ذلك ينسبونه الى وكذلك يعني نعطيكم مثال ديال واحد يعني محاوله، لا اقول استنزاف ولا محاوله ازاله اي شيء لتاريخ المغرب. لما اكتشفت بقايا واحد الشخص، بقايا ماشي بقايا، في الواقع موقع كبير ديال تافوغالت فين موجود حدا بركان واد زقزل، سميتو مغاره الحمام تافوغالت، وكان نقب فيه القس روش، ووجد في الواقع ماشي ولات القسميه، على كل الفرنسيين اطلقوا التسميه، وجدوا فيه بقايا بشريه 200. لا انا جاي داك نشرح لك. وجدوا فيه اكثر من 200 هيكل. كيف الواقع وجدت هذه الحضاره اللي هي حضاره يعني موريه، اي حضاره شمال افريقيا، وجدت في المغرب والجزائر وتونس وليبيا. نعم. وسموها ما سموها الانسان الايبيرو موروزي، اي الحضاره الايبيرو، بمعنى ان الاصل في ايبيريا ومن بعد انتقل الى موروزيا الى موريتانيا. لكن خلال السنوات الستينات والسبعينات تاكدنا انه لا وجود لهذا الانسان ولا لهذه الحضاره في ايبيريا. مع ذلك في التسميه ظلت موجوده، حقا ان نسميه الان بالايبيرو مغربيه. دونك التسميات حتى ديال المواقع، التسميات ديال المواقع والمحاضرات كيسميوها اسميات اجنبيه، ترجع الى الاجانب. لذلك قلت لك ملي كيقول لك رومانيا وبرتقيزيا هو ردوا ايبيري. بينما الان كيتاكد اشياء اخرى يا استاذ، خاصه خلال التنقيبات الاخيره من الثمانينيات الى الان، تاكدت اشياء كثيره جدا تشير الى ان هذا البلد اعطى ليس فقط للمغرب ولكن للحضاره الانسانيه، سواء في البقايا البشريه او حضارات ما قبل التاريخ او حضارات ديال العصر الحجري الحديث او حضارات عصر ما قبيل التاريخ او في الكتابه بالطبع دخول العصور التاريخيه. نعم. لدرجه ان اخيرا كانت واحد المحاضره القاها واحد من المتخصصين في علم الانثروبولوجي، في علم الباليونتولوجي، اللي هو ايف كوبانس، من اكبر المتخصصين، هذا مشهور على الصعيد العالمي، هو اللي اكتشف ليسي. فديك ليسي كتعرفي ليسي هي كانت واحد الوقت في 1972 كانت تسمى جده البشر، تعود الى 3 مليون سنه، هو من الناس المكتشفين ديالها في شرق افريقيا. كان دار محاضره اخير في اكاديميه المملكه. ماذا قال؟ قال بالحرف، اتذكر كلمه بالفرنسيه ولكن ساترجم، ان واحد البقايا البشريه تلقات في جبل ايغود. فين كاين جبل ايغود؟ حدا اسفي. ان هذا جبل ايغود اللي هو ينتمي للانسان العاقل العتيق والذي يعود الى 170 الف سنه قبل الميلاد، هو جد الانسان العاقل في اوروبا وفي الشرق. هو اللي قال، بمعنى ان الانسان اللي غيتولد من بعد اللي هو هومو سابينز اللي هو الانسان الحالي، اذا جده هو مغربي. ولكن هذا ما كاينش في المقررات الدراسيه لا ما كاينش، لا حتى لا علميا الان عاد غيتكتب هذا الشيء كله، لانه من الباحثين الكبار اللي كيهتموا بالبقايا البشريه في العالم كله بما فيهم المغرب. وكان جاء اخيرا كان عطى كان دار دراسه على جوج بقايا، جوج الجماجم كانت تلقات في الدار البيضاء، دار لهم دراسه وجا قدمهم جلال الملك محمد السادس خلال يوليوس. واش ما كايناش علاقه ايضا بين هذا المشكل وبين الايديولوجيا السياسيه اللي تبنتها الدوله
المغربيه من بعد الاستقلال، شيء طبيعي بعد ما دوز المرحله الكولونياليه. لا شيء طبيعي، استمر يعني في التوجه واكثر من هذا، حتى في التدريس حتى في الكتب الدراسيه كان توجه معين الى المشرق، كل شيء في المشرق وبعد ذلك عاد المغرب. بمعنى لدرجه غنجيو بعد نتكلم، لدرجه انه حتى السكان الامازيغ او السكان الاصليين اتوا من الشرق حسب النصوص. يعني نوع من المركزيه ديال المشرق تماما، اولا العروبيه وثم كذلك مركزيه الشرق. مساله الاصول هذه ديال السكان، يعني من بين النظريات اللي تروجت حتى داخل المدرسه المغربيه، وحنا لما كنا في المدرسه يعني قريناها، وهي نظريه الاصل اليماني او الشامي او الشامي فلسطين على الخصوص كنعاني. يعني هذا ارجاع الانسان المغربي الى الاصل المشرقي الى اي مدى هي نظريه علميه؟ هو علميا غير صحيح، كما قلت لكم، كما قلت سابقا ان ايف كوبانس قال ان جد الانسان العاقل في العالم مغربي. اذا شكون فين الاصل؟ هذه من الناحيه العلميه فين الاصل؟ اذا انت هما اصلهم من شمال افريقيا. فاللي وقع انه مع الاسف قبل الاكتشافات الاثريه كانت مجموعه النصوص كتبت اعتقد في اواخر القرن الثالث وبدايه القرن الرابع الهجري. الوثائق الادبيه، لا النصوص التاريخيه اللي تكتبت، وكنعرف انها تكتبت لاسباب معينه انت كتعرفها استاذ وحنا كنعرفوها، يعني توجه معين، نظرا كتبت في ظروف معينه، ونظرا لمقاومه الامازيغيه للفتح العربي، ماشي الفتح الاسلامي، للفتح العربي. لان على كل الفتح الاسلامي شيء اخر، بالنسبه للاسلام دين كدين شيء اخر، ولكن الفتح العربي واعتقد يعني كتقصد المرحله الامويه تماما. المرحله الامويه كانت مرحله عنصريه بكل معنى الكلمه، كان فيها تفضيل ديال العنصر العربي على الاقوام الاخرى، وهذا ما ادى الى ان حتى سميتو اولا ظهور عندنا احنا دول هنا، وثم كذلك ظهور او قيام الفرس بجانب العلويين او بجانب العباسيين، ما ادى الى سقوط الدوله الامويه نظرا لعنصريتها ولعصبيتها للعرب فقط. هذا معروف. فإذا أغلبيتها كانت يعني بدأت تكتب في هذه المرحلة هذه على أساس محاولة ربط الأمازيغ بالمشرق واعتبارهم أبناء عمومة. كاين هذه الفكرة هذه وما زالت مطروحة، ما زالت مطروحة. الآن كاين اللي كيقول المغاربة كيقول لك أنا راه أصلي من تهامة، أنا أصلي من تهامة، كنقول له التهامة وسيلة التهامة. لكن التنقيبات الأثرية والبقايا البشرية المستخرجة في شمال إفريقيا ككل أثبتت عكس ذلك تماما. لأن أقدم البقايا البشرية طبعا في المغرب على الخصوص ما بين مليون إلى يومنا هذا، لكن في الجزائر في عين حنش كاين الوسط اللي عاش فيه الإنسان وجدت أدواته ولكن لم يعثر لحد الآن على بقايا، ولكن تعود إلى 1,800,000 سنة. يعني كان إن البشر موجود خلال 1,800,000 سنة، مما يعني أن شمال إفريقيا كانت مأهولة منذ أكثر من 2 سنة. هل ينفي هذا وجود هجرات؟ لا، هذا لا ينفي، لأن الهجرات كانت موجودة من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب، يعني في كل الاتجاهات. والذي يؤكد هذه الهجرات أنه خلال الألف الرابع قبل الميلاد، في أعتقد من النصوص الأولى للهيروغليفية 3300 هناك حديث عن محاولة هجوم للأمازيغ على دلتا نهر النيل 3300، بمعنى كاين هجرات من الغرب إلى الشرق أكثر من الشرق إلى الغرب. وتقريبا ملي كتراجع التاريخ ديال الفراعنه ما كاينش شي فرعون اللي ما حاربش الامازيغ، كان كيسميو تموحو تيحنو ليبو الى اخره، ما كاينش اللي ما حاربهمش لغايه الاسره 21 اللي تقريبا ماشي الاسره 22 ديال شيشونق، لكن الاسره 21 كذلك تاكد ان اسره امازيغيه حكمت مصر. اذا في 1100 قبل الميلاد، إذا 1100 قبل الميلاد، ثم 1000 جا شيشونق إلى آخره، هذه كلها أسر أمازيغية حكمت مصر، وسنجد كذلك أسرة 26 أسرة 27 فيما بعد. بمعنى إذا كانت هجرات من الغرب إلى الشرق كما كانت هجرات من الشرق إلى الغرب. من ضمن هذه الهجرات بالطبع ممكن تتحدث عن الفينيقيين الذين نزلوا بالشواطئ المغربية أو شواطئ مغربية ثم قرطاج إلى آخره، ولكن يبدو أن الفينيقيين كانوا تجار بالدرجة الأولى، وكانوا المغاربة وسطاء لماذا؟ لجلب المعادن من المناطق ديال الصحراء. إذا هذا معناه أنه في مسألة الأصول هذه ما يمكنش لنا نقولوا أن سكان المغرب هم من أصل معين واحد. من المؤكد أن الهجرات غتصنع يعني أصول متعددة. أستاذ حتى بالنسبة للأندلس
داروا الأديان، اتضح ان اكثر من 90% اصلهم امازيغي. الاديان ديال سكان شمال افريقيا، ديال سكان ديال الاندلسيين. طبعا يعني ان الاديان ديال سكان الاندلس هي اديان ديال سكان شمال افريقيا. ربما هذا يفسر واحد القضيه، ربما الناس كيتكلموا على طريق بن زياد لا يفهمون ان الهجرات كذلك من المغرب الى الاندلس كانت قبل مجيء طريق بن زياد، وهناك نصوص رومانيه، نصوص لاتينيه تتحدث عن هذه الهجومات على البيتيك في 177 ميلاديه، تؤكد هذه الهجومات. بمعنى اذا كان هناك امازيغ قبل عبور لسكان عبور باستمرار. وكاين الاستاذ بوزوغار اللي هو استاذ ما قبل التاريخ اشار الى وجود حضارات مغربيه في اسبانيا، يعني ادوات حجريه مغربيه هو مغربيه اصيله موجوده في اسبانيا، بمعنى كاين انتقال دائم من الجنوب الى الشمال. نعم. فهذا غادي يعطينا ايضا امكانيه ديال ننظروا في مساله ديال الحضاره ديال شمال افريقيا. يعني باي معنى هي حضاره امازيغيه؟ طبعا النظر كاين العنصر الثقافي بالدرجه الاولى، كان هو خاصه كان هضرنا على ما لا اقول ما قبل التاريخ، قبل دخول الاسلام، هي حضاره امازيغيه صرفه. رغم وجود الاحتلالات، وما يمكنش نتكلموا على الاحتلال مثلا الفينيقيين انه احتلال، كان الفينيقيين اعتقد الفينيقيين والبونيين كان هناك تبادل تجاري، بحيث اللكسوس كانت موجوده قبل مجيء الفينيقيين، شله الحاليه كانت موجوده قبل مجيء الفينيقيين، إن كانوا يتعاملون مع السكان. مما يعني ان اذا كاين كذلك حتى الاحتلال الروماني. الاحتلال الروماني كتعرفوا في المغرب كان مثلث فقط، يعني من طنجه الى وليلي الى شله الحاليه. اما باقي المناطق كانت مستقله، بل وهناك اماره كتعرف، كنظن كاين واحد الكتاب كان خرج، اماره كانت تتفاوض مع الرومان، وعقدت معها اكثر من 15 معاهده سلام خلال التواجد الروماني بالمغرب. بمعنى كانت موجوده اماره معينه، كانت موجوده دوله معينه توقع اتفاقيات. نعم. كان احيانا يسمى الملك واحيانا اخو الملك الى اخره. اذا كاين ماشي اذا رغم وجود الاحتلال الروماني، مع ذلك كان هنالك نظام معين موجود في المغرب. هذه المعطيات حول هذا النظام الامازيغي المغربي اللي مجهول عند الاغلبيه، فين كاين المصادر ديالو بالدرجه الاولى؟ لا، هي كاين المصادر اما وثائق اثريه بالدرجه الاولى، اما الوثائق الشفويه، وكاين بعض النصوص الشفويه، ولكن بعض النصوص الكلاسيكيه على الخصوص. كنهضر بالنسبه للقديم وبالنسبه لما قبل التاريخ. بالنسبه لما قبل التاريخ الوثائق الاثريه موجوده، وكتاكد الان هذا الاسهام الحضاري ديال الامازيغ في تاريخ الانسانيه. واش ماشي كاين هناك تقصير من جانبنا ايضا في الترجمه بالنسبه لما هو متضمن في النصوص اللاتينيه واليونانيه، ربما بسبب عدم المعرفه بهذه اللغات القديمه؟ لا، هي مترجمه في الواقع، مترجمه، ولكن ما لا يستعملها مؤرخون مع الاسف، لانهم مؤرخون الذين يكتبون تاريخ المغرب الذين يكتبون كتاب مدرسي بالدرجه الاولى لا علاقه لهم بالتاريخ، مع كامل الاسف. اذ هم مجموعه من الناس، كتعرفوا ان كاين صفقات لكتابه الكتاب المدرسي الان، كاين مجموعه من الناس، مجموعه المؤلفين ومؤلفين في الغالب كيشكلوا لجان مع دور ديال الطبع، وهذا هو المشكل. اذا بحيث هذو لا علاقه لهم لا بالجامعه ولا بالابحاث الجامعيه ولا بالابحاث الاثريه. لا، هما غادي يكونوا مدرسين الفلسفه ديال لا، هما في الغالب غيكونوا مدرسين ديال التاريخ ومفتشين ديال التاريخ. اذا عندهم علاقه بالماده، واخا عندهم علاقه بالماده، هو المشكل ديالهم عندهم علاقه بالماده، بقاو الماده اللي كيعرفوا من يقراو او من يقراوها فقط، الا لم يتغير شيء من هذه المادات. معناها خداو الماده انطلاقا من واحد التصور ايديولوجي اللي تمام، اللي هو كان كيحكم المدرسه المغربيه من 56 الى يومنا هذا، مع كامل الاسف. ما طورش بالبحث، رغم انت كتعرف هذا الشيء يا استاذ، رغم ان الندوه اللي كانت دارت في اكادير حول تدريس تاريخ المغرب وحضارته، واللي خرجت مجموعه ديال التوصيات حول التعامل او اعاده النظر. الندوه اللي نظمها مع الملكي للثقافه الامازيغيه، وكانت ندوه ناجحه بحيث شارك فيها جميع الاساتذه ديال التاريخ والاجتماع، عدد كبير يعني من الثانوي ومن الاعدادي ومن العالي، كلهم طرحوا المشاكل اللي موجوده، ومن هذه المشاكل اللي هضرنا عليها الان. وكان المفروض يعني من التوصيات ان هاد الناس اللي كيالفوا يكون عندهم 2 أو 3 من الناس المتخصصين في التاريخ على حسب
الفتره الزمنيه في القديم يكون عندهم القديم من الكليه ومن معهد الاثار، ونفس الشيء بالنسبه للوسيط الى اخره هكذا. لكن مع الاسف هذه التوصيات لم تخرج الى الوجود، وما زال الحال على ما هو عليه. واكثر من هذا كل سنه نجد انه الان كيهتموا باشياء اخرى اكثر من كتلقى المغرب بينما درس التاريخ واش مفروض عليه، واش مفروض يكون فيها استاذ؟ مفروض عليه يكون ينطلق من المحلي تماما الى الاقليمي الى الجهوي ثم الى الوطني ثم العالم. ثم العالم. احنا وقع لنا العكس في دروسنا ديال التاريخ، ينطلقون دائما من العام من الآخر من العام ثم الجهوي، فهم مجموعه ديال الدول، واحيانا يشيرون الى المغرب كذا كذا. هذا هو المشكل. اذا خص المفهوم ديال تدريس التاريخ يتغير بصوره عامه. يعني كتقصدوا انه خصنا ننطلقوا من التاريخ الاجتماعي المحلي، التاريخ الاجتماعي الاقتصادي تماما، التاريخ الوطني تماما. والا ما كانش هادشي ما يمكنش الانسان اي مغربي لان المشكل ديال التاريخ لما كندرسوا بهذه الطريقه هذه شنو كنشعروا التلميذ، كنشعروا المتلقي بان بلاده لم تعطيه شيئا، ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش حضاره. هذا هو المشكل. وكيشعر بالنقص، كيشعر بالنقص عليه واحد المركب ديال النقص. وبينما كنفخوا في نابليون ونفخوا في غيره، ومع الاسف بلاده ما كنتكلموش. بينما عندنا تاريخنا من ما قبل التاريخ يومنا هذا غني جدا وفي اشياء كثيره تجعلنا ماشي نفتخر، تجعلنا نكون في مستوى اخر نهائيا مع الاسف. اذا هذا معناه ان من الضروري المختصون في التاريخ اللي هما كيمارسوا التاليف المدرسي انهم يغنيوا المعطيات ديالهم ويواكبوا الاكتشافات الجديده ويطوروا المعارف ديالهم. مفروض. لكن هذا ما كيتمش مع الاسف. ما عندهمش علاقه بالجامعه، ما عندهمش علاقه بالمؤرخين، ما عندهمش علاقه بالرجال الاثار، ما عندهمش علاقه بالاكتشافات الجديده اطلاقا. لانك حتى الدروس المقرره خص يتعاد فيها النظر كما قلت، يتعاد فيها النظر، لان ضروري كما قلت نبداو من المحلي وننطلقوا. عاد ننطلقوا هذا كيجعلنا ايضا نطرحوا المشكل السياسي ديال التاريخ. واش ماشي لان هاد الناس الا استمروا على نفس النهج فمعناها ايضا ان الدوله المغربيه مازال محتفظه بروايه معينه للتاريخ في توظيف سياسي معين؟ الا غنحتفظوا بروايه اذا لاش كندرسوه في الجامعات؟ لاش كنكتشفوا؟ نخليو ديك الروايه ونمشيو، والا ما معنى نضيعوا اولا. كنقصد الا كانت هذه الروايه التاريخيه كترتبط بها الشرعيه معينه كشرعيه سياسيه. لا اعتقد، انا بالنسبه لي كنظن لا، لان كاين واحد القضيه عندنا بالنسبه للنظام السياسي المغربي نظام ملكي، هذا مؤكد منذ بدايه نظام ملكي في المغرب، يعني في العصور القديمه. والنظام الملكي عندنا حنا نظام عنده شرعيه تاريخيه قبل ما يكون ديني. بمعنى اذا من القرن 23 قبل، يعني الان 23 قرن عن النظام الملكي. واكثر من هذا كاين اشارات الى ان هناك ملك في القرن 14 قبل الميلاد، كان امازيغ كانوا يهاجمون في كذلك دلتا نهر النيل، وكان شكون هو؟ كان ملك اللي كان اسمه امرياو. إن كاين إشارات لوجود نظام ملكي في هذه المنطقة في شمال أفريقيا. هذا معناه أن خصنا نعدلوا أو نغيروا مفهومنا للشرعية، أن الشرعية خصها تكون شرعية تاريخية عندها جذور في التاريخ. إذا النظام الملكي عندنا عنده شرعية تاريخية قبل ما يكون شرعية دينية. فهمت؟ هذا هو اللي خصنا نفهموا الناس، خصها شي تفهم. إذا كاين مشروعية تاريخية لا نكران فيها. وهذه الشرعية الدينية أيضا ربما كان فيها تعسف لأنها أخذت الجانب المتعلق بالعروبة، أنها ربطت العروبة بالإسلام ونسات العمق الأمازيغي للمغرب. ممكن هذا شيء طبيعي بما أنها ربطت بالعروبة فقط. ولكن أعتقد محمد السادس الآن غادي، يعني القصر الآن ومحمد السادس الآن يعني يعني غادي الآن كيعدلوا في هذا الشيء الآن حتى بالنسبة للدستور الجديد. فلذلك خصنا في السياق جاء تأسيس المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب. ومع كامل احترامي أنا لا أرى ضرورة تأسيس معهد ملكي لدراسة التاريخ المغربي. كان بإمكان مجموعة بحث نساعدهم يكملوا عملهم. ملي كيرجع في أي إطار؟ في إطار جامعي؟ في إطار جامعي، مجموعة ديال البحث، جامعات. يعني بما أن مع الأسف البحث العلمي إحنا لا ما موجودش عندنا. حتى اللي كيعمل بحث علمي مثلا حنا رجال الآثار إلى آخره كيدبروا على الفلوس ديالهم باش كيدبروا على إمكانيات باش يمكن لهم يحفروا. بينما المعهد الملكي إذا حتى التسمية في حد ذاتها هذا هو المشكل. المعهد الملكي لتاريخ لدراسة تاريخ المغرب، تاريخ المغرب. أنا بالنسبة لي موقفي زعما
يعني ما نعرف. كان ممكن دعم البحث العلمي في الجامعات، في الجامعات ومجموعات البحث الى اخره، ويعطي اشعاع حتى لا، وتكون موضوعيه اكثر في كتابه التاريخ. تمام. واش ما كتشوفوش ان الاصرار على يعني تاسيس معهد ملكي للبحث في تاريخ المغرب معناها ان ما زال هناك احتكار من السلطه لحقل التاريخ؟ ان هناك مؤرخ المملكه وهناك المعهد الملكي، شيء طبيعي. نعم. قبل ما نتابعوا النقاش ديالنا مع الاستاذ مصطفى وعشي، احيلكم نظاره الاعزاء على الروبورتاج الثاني. باش تكون هناك قراءة جديدة لتاريخ المغرب تيقتضي الأمر مراجعة وإعادة النظر فيما كتب من فرضيات وأطروحات، وتستوجب تصور جديد تيقطع قدر الإمكان مع التقاليد السائدة المتوارثة واللي كرستها ورسختها الدراسات الأوروبية الحديثة. تاريخ المغرب هو يعني له من العراقة ما يكفي لأخذ بعين الاعتبار يعني تاريخ المغرب القديم في يعني الممارسة التاريخية، سواء في الشق الأكاديمي أو سواء في الشق المدرسي. طبعا نظرة عامة عن التاريخ الذي يدرس اليوم لأبناء المغاربة في المدرسة العمومية المغربية تقر بأن هناك ثغرة فيما يتعلق بحضور تاريخ المغرب القديم، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون درس واحد ووحيد في مثلا في التعليم الثانوي الإعدادي كافيا لإعطاء معالم ومؤشرات الهوية الثقافية المغربية بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للناشئة المغربية بشكل عام. تعتقد عدد كبير من الباحثين في تاريخ المغرب القديم على كون أنه ما كتب يدخل كليا في باب الفرضيات، وهنا يمكن القول أن الباحث المغربي تلقى نفسه مطوق بأطروحات أوروبية حديثة. Cette civilisation, cette présence amazighe en Afrique, on essaye de localiser ou bien de rechercher la source, l'origine de cette population, et on est en train de faire une sorte de carte génétique à l'échelle déjà à l'échelle marocaine, et cette carte génétique en essayant de rassembler un échantillonnage d'ADN sur toutes les régions du Maroc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comparer la population actuelle ainsi et comparer avec l'ADN des fossiles, des hommes fossiles qui ont vécu entre 20 000 et 10 000 ans sur le territoire marocain. تقتضي الأمر إذن استدعاء إعادة النظر في التراكمات من كتابات حديثة أوروبية أساسا، وإعادة قراءته ما تضمنته المصادر القديمة حول تاريخ المغرب وشمال إفريقيا باش ناخذ بعين الاعتبار كاع المستويات الخاصة بالبحث العلمي. الأستاذ مصطفى وهشي، بان في الروبورتاج بأن هناك مشكل في التعليم وشرتوا ليه. كيفاش كتشوفوا يعني الأسلوب العلمي لتدريس التاريخ اللي خصو يكون واللي خصو يرد الاعتبار للشخصية المغربية والرموز ديالها الثقافية والحضارية؟ إذا خص إعادة النظر في المقررات كلها، مقررات ديال التاريخ من الألف إلى الياء، سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، ودار لجنة خاصة اللي تعيد النظر في هذه المقررات، كي تعيد ترد الاعتبار لجميع رموز ديال المغرب، سواء في ما قبل التاريخ أو القديم أو الوسيط أو الحديث أو المعاصر. وخصنا هادشي ماشي في الواقع، ما خصناش نركزوا غير على الكتاب المدرسي، خصنا نركزوا حتى على الإعلام، حتى تسمية الشوارع خصنا نعطيو المحلي نعطيوه أهمية. هنا كتلقى شارع من الشوارع كبيرة كتعطى اسم اللي ما عنده علاقة بالمغرب أصلا، وكتخلي يعني دروب وأزقة صغيرة جدا العلماء ديالنا والمفكرين ديالنا والمؤرخين ديالنا. مع الأسف هذا خصنا نبداو من الجماعات، أصلا من الجماعات اللي هي خصها تعي شنو هو دور التاريخ في تكوين الشخصية، في تكوين الهوية. هذا معناه إذن أن النخب المحلية الباحثين في التاريخ اللي هما في مختلف الجهات خصهم يساهموا في الإطار الجهوي والمحلي في هذه الورشة الكبيرة. ضروري خص كل شيء يتبع من أجل حفظ أولا الذاكرة الجماعية، ومن أجل نشر هذه الذاكرة الجماعية لكي يعرفها الجميع. ولكن خص إعادة تكوين في الواقع. أنا في نظري أنا تكوين من جديد لمدرسي اللي كيدرسوا المواد ديال التاريخ، سواء في الابتدائي أو الابتدائي المعلم ولا كيدرس، خص
اذا في ابتدائيه وفي الثانويه وفي الاعدادي خص ضروري اعاده النظر في هذا الشيء كله. واعاده شنو هي المعايير اللي بناء عليها خاص تعاد اعاده النظر؟ واش ماشي يمكن يوقع خطا ديال اننا نعوضوا ايديولوجيا لا علميه بايديولوجيا أخرى؟ لا انا بالنسبه لي، بالنسبه للمؤرخين، بالنسبه لرجال الاثار، كاين الموضوعيه والنزاهه العلميه المفروض انطلاقه هي الاولى. المعيار الاول هو هذا، خاصه الاثار يعني الامور واضحه. كتلقى شقفه او كسره فخاريه كتعطيك فتره زمنيه معينه، كتلقى بقايا عظميه سهل باش تدرسها وتعطيها التاريخ. العمله ايضا، العمله بالنسبه للقديم، العمله كتعطيك راه فتره زمنيه معينه. فاذا الاثار، البنايات ولا شي حاجه، المقابر كتعطيك، كتلقى فيها اشياء اللي كتحدد لك التاريخ. فاذا ما كنظنش الا كان بالنسبه للوثائق المكتوبه ايضا كيبقى، والوثائق المكتوبه خصها ماشي قراءه، خصها قراءه واعاده قراءه. لان حنا حتى الا كنبغيو نهضروا على التاريخ ما كنقولوش اعاده كتابته، اعاده قراءه جديده. هذا هو اللي خاص. التاريخ مكتوب اصلا، فان اعاده قراءه، لان ربما نظره الناس اللي كتبوه انذاك ماشي نفس النظره ديال الان. بحال على كل اشياء كثيره خص اعاده النظر. ان السياق السوسيو ثقافي مختلف نهائيا، كيحكم دائما الذي يكتب التاريخ تماما، كيحكموا شيء طبيعي. راه هو في الواقع ما يمكنش الانسان اللي كيكتب ينفصل عن الذات ديالو، يستحيل، او ينفصل عن الوسط ديالو. لابد من تاثير، ولو كان موضوعي يحاول يكون موضوعي، يكون نزيه. ولكن اذا كان موضوعي ونزيه طبعا لابد غتلقى شي حاجه ديال الذاتيه، ولكن ماشي بحال الانسان اللي راه كيكتب توجه معين، هدف معين من اجل شيء معين، هذا شيء اخر. فلذلك اعاده قراءه النصوص وقراءه تاريخ، اعاده قراءه، ماشي اعاده كتابه. احنا ضد اعاده الكتابه المفهومه اللي كيقولوا الان. اعاده قراءه لرد الاعتبار للذاكره الجماعيه، لرد الاعتبار لرموز المغرب في القديم والوسيط والحديث والمعاصر والراهن. هذا هو فالوثيقة الدستورية المغربية اللي تعدلت ودخلت فيها الأمازيغية كلغة رسمية، ودخلت فيها البعد الأمازيغي للهوية مع الأبعاد الأخرى، هل تساهم هذه الوثيقة الدستورية كإطار قانوني عام وكقانون أسمى للبلاد، هل تساهم في تكريس هذا النهج وفي إنجاح هذا الورش الكبير ديال إعادة القراءة؟ بالطبع أعتقد هذا واضح في الدستور. يعني حتى تنزيل الدستور يتنزل بطريقه، يعني شنو نقول لك، طريقه ديمقراطيه وطريقه تقدميه نقولوا. وكذلك حتى بالنسبه حتى بالنسبه للتدريس حتى هو خص يتعاد فيه النظر حتى هو. يعني لان الان كل شيء الان في المغرب كيعترف بان المدرسه المغربيه فاشله فشلا ذريعا، رغم ما قيل، رغم ما قام به المرحوم الفقيه بن مزيان بالنسبه للتكوين الى اخره، ولكن مع ذلك لم تأتي بأي نتيجة لحد الآن. وغدا هناك مشكل بنيوي مستعصي تماما. إن خص يعاد النظر في هذا كل شيء فيها، لأن من 56 حنا غاديين عوجين مدرسة. فلذلك خص إلا بغينا نديروا مدرسة وطنية مغربية حقيقية، خص كما كيقولوا نشمروا على سعيد الجد ونعيدوا النظر في كل ما هو موجود الآن. والأمازيغية بالطبع، ترسيم الأمازيغية هذا على كل، هذا كذلك موضوع يحتاج إلى المزيد من الجهد والمزيد من العمل والمزيد من التضحية. إذا كان الإطار القانوني كيسمح بالبحث، فاللي خص الآن هو إعادة هيكلة وإعادة تحديد المهام ديال كل طرف باش يكون البحث في هذه المجالات كل هذه المعرفة. شيء طبيعي، لان الامازيغيه كتعرف ان الامازيغيه من اقدم اللغات في العالم، والكتابه الامازيغيه من اقدم، يعني اقدم نظام صوتي، كيقول اقدم نظام صوتي في العالم القديم. كتابه تيفيناغ من اقدم كتابات موضوع في العالم. تيفيناغ هذا مازال كيطرح نقاش في المجتمع المغربي، رغم ان هذا الحرف اصبح هو الحرف الرسمي لكتابه الامازيغيه في التعليم منذ 2003. فالناس اللي كيطرحوا ما عارفينش الواقع، كيطرحوا مواقف مضاده لهذا الحرف، وكيحاولوا ينقصوا من القيمه ديالو او كيصوروه كما لو انه لا علاقه له بالمغرب. الى اي مدى هذا صحيح؟ مع الاسف هذا هو الجهل، هذا هو الجهل ديال التاريخ، الجهل ديال الذاكره الاجتماعيه الجماعيه لتاريخ المغرب. لو كانوا عارفين تاريخ المغرب ما يمكنش يطيحوا في هذا الخطا اطلاقا. لان تيفيناغ او ما يسمى بالكتابه الامازيغيه الان، او تيفيناغ
وما كانت تسمى من قبل الكتابة الليبية البربرية والكتابة الليبية الأمازيغية، فهي كتابة قديمة وعريقة جدا، وقد أجريت دراسات على قدمها. تأكدنا أنها تعود إلى ما بين 1500 و 1800 قبل الميلاد، يعني أقدم من كتابة الفينيقيين اللي كانت معروفة، الفينيقية اللي هي ظهرت في القرن الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد، بمعنى تيفيناغ أقدم. وحتى كلمة تيفيناغ هناك من يقول أنها جاءت من تيفيناغ نسبة إلى فينيقيا، هناك من ينسبها لا، ولكن لا علاقة، لأن ما كانش الفينيقيين يسمون بهذه التسمية خلال هذه المرحلة. التسمية جات من بعد، كانوا يسمونها يعني هذا نوع من التخمين، لأن هذه التسمية كانوا يسمونها بالسوري نسبة إلى صور ليتيريان، فهمتي؟ أو اللي كنعانيها هادشي اللي ما كانش فينيقيا، كانوا المصريين كيسموهم فينخو، أما الباقي ما كانش فينيقيا. بينما تيفيناق أو تيفيناغ، طبعا كاين تفسير بسيط اللي كتعرفوا، تيفي نغ أي اكتشافنا أو اختراعنا، ولكن في الواقع كاين الفعل اللي هو أفنيق، اللي هو فعل معروف أمازيغي كيعني كتب على الأرض، على الرمال، على الرمل، بمعنى هذا فعل أفنيق. إذن موجود هذا في عند التوارق على الخصوص. فإذن هذيك إذن الكتابة، ومعروف أن التوارق هما اللي حافظوا عليها، والتوارق ما حافظوا، خاصة النساء. دونك هذا الاسم تيفيناغ غالب طوارقي، أمازيغي، المهم أمازيغي من الصحراء. فإذا قديم جدا ولا علاقة له لا بالفينيقية ولا غيرها. وغريب في الأمر أن الحروف التي تكون منها تيفيناغ الآن بتوع 33 كانت من قبل، كاين اللي كان عندها 18، كاين اللي فيها 26، كاين اللي فيها 33 على حسب. كاين الكتابة الأمازيغية الشرقية، كاين الكتابة الغربية، وكاين الكتابة الصحراوية. كل وحدة كان عندها عدد معين من الرموز، فهمتي؟ كتكتب. الآن طبعا 33 نظرا لأنها قاعدات وكل شيء في معهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ف قلت لك أن الكتابة هذه موجودة، يعني موجود منها، بمعنى عندها شرعية تاريخية لا نقاش فيها. غير اللي ما عرفش التاريخ اللي كينكر سميتو، ولا اللي عنده توجه ايديولوجي معين، هذا هو. حتى اللي يتكلموا على سميتو عرفناهم شكون هما، عندهم توجه مشرقي، توجه عروبي، هذا شيء آخر. بمعنى هناك نوع من الممانعة ضد أنه تبان، رغم أن كانوا يحشموه. ياك الملك محمد السادس عطى الموافقة ديالو وانتهينا منها صافي، ما بقى شيء. كانت هناك أيضا الأحزاب السياسية التي يعني كان اتصل بها وأخبرها. فإذا علاش غنبداو نتناقشوا هكذا كل مرة يبداو الموضوع ديال تيفيناغ؟ هناك نوع من الممانعة ضد تيفيناغ، ربما لأن الإيديولوجيا اللي كيتبناوها هاد الناس التيارات المغربية يعني ما كتبغي شيء الرموز اللي عندها علاقة بالتاريخ ما قبل الإسلامي. ايوا انت فهمتي، بمعنى حيت هذا واضح حتى في الكتب المدرسيه، ما قبل الاسلام لا وجود له. كيبداو لك اما نشر الاسلام، اما سميتو الفاتح الاول سميتو عقبه بن نافع، ثم كينقزوا لك الادريس الاول، اماره الادارسه، وكينساو كاع اللي موجود في المغرب كاع نهائيا انذاك. كينساو البرغواتين قبل، كينساو اماره نكور قبل، كينساو اماره بني مضرار في سجل الماسا، يعني قبل الادارسه. وكاينه اماره ما كيشيروا لهاش، رغم انها ربما اماره ديال كسيله كان في قيروان. يعني النصوص كلها لا تتحدث بعد مقتل عقبه بن نافع، لا تتحدث على ان كسيله ارتد على الاسلام. بالعكس، عامل المسلمين معامله حسنه، وظلت المساجد مملوءه، وظل الاذان يعني 5 سنوات. اذا 5 سنوات، اذا كانت اماره اسلاميه، يمكن نعتبروا اقدم اماره اسلاميه في المغرب. هذا معناه اذا ان الفكره ديال ان الادارسه هم مؤسسو الدوله المغربيه فكره ايديولوجيه وليست علميه. شيء طبيعي. وان الاحتفال الاخير ب 12 قرن في الواقع انا ما فهمتش. حنا كنهضروا على القرن التاسع قبل الميلاد فيه مالك، وكنهضروا على القرن الرابع قبل الميلاد فيه مالك، وكان القرن الرابع عشر قبل مالك فيه ملك الامازيغ، وكتجي تقول لي الدوله بدات في 12 قرن. ماشي معقول. دونك 12 قرن كان ممكن تكون احتفاليه فاس، لان فعلا لا، تاسيس مدينه فاس ممكن نعم. لكن بالنسبه للدوله المغربيه، بالنسبه للمملكه راه يمكن نرجعوا حتى 34 قرن نعم. على حسب النصوص نعم. فلذلك فيما يتعلق بالمواقع الاثريه سي هشي، انتم معروفين بالمجهودات الكبيره اللي بذلتوها في البحث في عدد من المواقع الاثريه وعدد من الاكتشافات. فهل هناك سياسه عقلانيه في المغرب لتدبير المواقع الاثريه وتشجيع الاكتشافات الاثريه؟ اعتقد موجود، لان مديريه التراث كتقوم بهذا الدور هذا ديال في اطار وزاره الثقافه.
مديريه التراث هي اللي مكلفه بهذا الجانب هذا بالطبع، هي اللي كتعطي الرخص كل شيء. ولذلك الان ليس باي امكان اي واحد ان يقوم ويبحث، لا بد من رخصه ولا بد من برنامج يعني. الاختصاص لا بد من برنامج محدد في اطار معين ثم ابراز النتائج بالتدريج الى اخره. فاذا كاين مجموعه كاين بعثات مغربيه صرفه، كاين بعثات مغربيه المانيه، كاين بعثات مغربيه اسبانيا، كاين بعثات مغربيه فرنسيه، كاين بعثات على كل تقريبا جميع يعني موجود بعثات متعدده في جميع المناطق، سواء في الدار البيضاء او في المغرب الشرقي او في المغرب الغربي او في الجنوب قلميم، او اذا كاين هناك بعثات مشتركه. واش ما كاينش هناك تضييق ما على البحث الاثري في المغرب؟ هل هو هناك تشجيع رسمي له ام ان هناك لا اعتقد كاين تضييق خطوط حمراء؟ لا. هو غير البحث الاثري كيخصو امكانيات، كيخصو مؤسسات دي فونداسيون اللي تمول، هذا هو المشكل. الا كانت امكانيات ما كاين ما يمكنلكش، لان عندك اليد العامله كتشتغل، عندك الباحثين كيشتغلوا خصهم ياكلوا ويشربوا، عندك كذلك ماشي ما بعد البحث، عندك مواد كيخصك دير لها التحليل ودير المختبرات الى اخره، هادشي كلشي مكلف. فلذلك خصو يكون الا ما كانش منظم وما كانش تمويل صحيح، يعني هذا هو تشجيع البحث العلمي. الا ما كانش منظم وما كانش تمويل صحيح راه ما يمكنش اي بعثات تمشى. فلذلك ملي كتكون بعثات مشتركه مغربيه اجنبيه كتلقى الاجانب. ثم كاين كذلك بالاضافه لهذا كاين تكوين، لان ملي كنقبوا في موقع راه كنجيبوا الطلبه ديالنا كيتكونوا كذلك، وكنجيو حتى الاجانب وكتلقى الطلبه يعني الاجانب كيطلبوا المشاركه اكثر من الطلبه ديالنا. ولكن الطلبه ديالنا عندنا طلبه في المعهد الوطني للعلوم الاثار والتراث كلهم يوزعون على المواقع الاثريه في المغرب، كلهم كيتكونوا في هذا المجال هذا. اللي كيتخصص ما قبل التاريخ كيمشي لما قبل التاريخ، اللي كيتخصص في القديم كيمشي للقديم، اللي كيتخصص في الوسيط كيمشي للوسيط، فهمت؟ اذا كاين بالاضافه للبحث العلمي كاين تكوين في هذا المجال هذا. نعم. واذا كل شيء منظم بالنسبه لمديريه التراث ما عندهاش اشكال في هذا الباب. حتى المعهد الوطني للعلوم والاثار والتراث كيقوم بالدور ديالو كذلك في هذا الباب كاداه رقابه. ولكن كنلاحظوا بان واحد العدد ديال المواقع اثريه مهمه فيها ماده اثريه ثمينه لا تقدر بثمن ولكن غير محميه. هذا هو المشكل. فواش الدوله عندها منظور لحمايه المواقع الاثريه ام انها مخليها هكذا؟ هي الدوله واعيه بهذا المشكل ولكن ما عندهاش امكانيات مع الاسف. نقول لك وهذا ما ادى الى يعني لم تخصص الامكانيات. ما كاينش. وزاره الثقافه ربما اضعف وزاره من الوزارات هي هذه تماما 0.19%. انت كتعرف لا اكثر من هذا. عندنا مواقع خاصه النقوش الصخريه في الجنوب والجنوب الشرقي اللي كان فيها كيلومترات ما بقى فيها والو، سرقت كلها. والدليل على ان المجموعه ديال المواد الاثريه كتخرج اعتقد هذه 3 سنوات. يمكن نخبرك هذه القصه، قصه غريبه، وان واحد ليستافيت دازت اسبانيا ودخلت لفرنسا، يمكن غتدخل لو تورو دي سولي، وقفات سميتو الديوانه الفرنسيه غير كونترول دو روتين، وقفوها. عرفتي شحال لقاو عندها؟ 17500 قطعه اثريه من المغرب، اغلبها من المغرب. ومشاو مجموعه الباحثين المغاربه وداروا الاكسبيرتيز وردوا المواد ورجعوا هذيك المواد. ايوا ولكن غير الحظ، بمعنى يعني فقط صدفه. يعني صدفه. علاش هذا الشيء كله؟ لان اولا المناطق اللي فيها الاثار غير محميه بحال اللي قلتي، ما كاينش حراسه. ثانيا اي واحد بامكانه يمشي يقطع ويعطي ويبيع السائح. ثالثا الديوانه لا يعنيها شيء التراث اطلاقا، لا يعنيها، بمعنى ما كاينش تكوين واش يفرقوا بين الصناعه التقليديه وبين مواد اثريه. يعني هذا مشكل. كيردوا البال فقط مسائل المخدرات وغيرها والممنوعات او على كل. المهم يعني الاثار ما كاينش، ما يمكنش يفهم بان كنظن الوزير السابق راه كان وصلوا خبر ديال واحد الديناصور خرج من المغرب وكان كيتباع في العلن واستطاع يردوا. ديناصور تصور ديناصور كامل كان كيتباع كيفاش خرج، وماشي هذاك هو الاول في الواقع اللي خرج. يعني حنا في علمنا كيفاش كيخرجوا يعني ماشي معقول. اذا خص امكانيات وخص تشارك ما بين الجماعات وما بين المهتمين بالتراث، بالجمعيات والجماعات المحليه ووزاره الثقافه والمجتمع المدني. خصو يساهم في هذا الشيء كله، والمواطن ويكون سياسه القرب، والمواطن يعرف شنو القيمه ديال داك الشيء اللي عنده، يعرف ان هذاك الشيء ديالو.
الا ما كانش المواطن واعي اللي يحضر يمكن له يقطع ويعطي اللي بغى. دونك اذا كيبان بان هذه المواقع الاثريه وهذه الثروه اللي عندنا في هذا المجال خاصها اولا ميزانيه محترمه، ثم خاصها ايضا واحد الخطه او واحد الاستراتيجيه للحمايه ديالها والتعريف بها ايضا. للحمايه ديالها والتعريف بها وادخالها في اطار التنميه المستدامه. نعم. في اطار السياحه الثقافيه، في اطار السياحه الايكولوجيه، في اطار ما خصها تدخل دمج في واحد البرنامج معين، فهمتي؟ باش يستافدوا منها السكان وباش يعرفوا القيمه ديالها. الا ما كانش مردود السكان ما عندهم يديروا بها. خص المواطن يشعر ان هذاك راه ديالو، الا ما شعرش انها ديالو وان الا بقات غادي تجيب له غتجيب ممكن. ولكن باش يكون هذا الشعور هذا عند المواطن في الجهات لابد من يكون هناك تحسيس بوجود هذه المواقع، بمعنى مثلا يكون سياج او يكون البلايك ديالها او يكون شي حاجه هكذا. واخا دير سياج ودير البلايك راك يدخلوا، ما يمكنلكش تمنعهم. احنا عندنا تجربه في هذا المجال في المواقع اللي كنحفروا. طبعا كنتصلوا بالسكان، كنعرفوهم شنو اهميه الموقع وكل شيء، وكنعرفوهم بالمنطقه اللي عايشين فيها، بحيث كنا في واحد الموقع كانوا من فصل الشتاء لفصل الشتاء من كطيح الشتاء كتبان بزاف ديال المسائل الاثريه، كياخذوا ما يسمى بالفأس الحجري المصقول كيلقاوه، كيجيو الاجانب في فصل الربيع كيبيعوا له ب 100 درهم، كيبيعوه ب 100 درهم هذوك الناس، ولكن استطعنا نقنعوهم ما يبيعوش، ولكن الجماعه بدات كتشري من عندهم، حيت عندنا باش نديروا متحف الان في محل فين كنا كنحفروا، ولكن المواطن غير يفهموا غير يوعيه، راه المواطن راه زعما. على ذكر المتاحف استاذ وهشي، عندنا متاحف ولكن كتبان انها فقيره في الوقت اللي واحد الماده كبيره اثريه كتسرب للخارج، كتلقى المتاحف ديالنا باقا خاويه تقريبا، وبما فيها المتحف ديال العاصمه. شوف استاذ، المتاحف اللي عندنا متاحف كلها اسست في عهد الحمايه الفرنسيه، وما كنظنش ضفنا لها بعض المسائل البسيطه. المتحف الاثري ديال الرباط في الواقع من اهم المتاحف، ولو انه متخصص في مناطق الحمايه الفرنسيه، خاصه وليلي والمواقع اللي كانت تحفرت على الحمايه الفرنسيه. ما كاينش اضافات؟ لا كاين اضافات بقايا بشري وكل شيء، ولكن عنده مخازن دير منها 2 المتاحف ولا 3. عنده مخازن ما معروضاش، ما يمكنش تعرض، خصها تدرس اولا، لانه وقع لي واحد الوقت ان مجموعه كانوا اجانب هما اللي كيسيروا لغايه 1963، هما اللي كانوا كيسيروا بمصلحه الاثار. بعد 63 غادروا وخلاو المخازن تما بدون. طبعا الان كاين مشروع الان كاين بدينا فيه في الواقع في معهد الاثار، بداو كيوجهوا طلبه لتهيئ الميموار الكاتريمانيه الى اخره ولتهيئ دراسه، يمشيو للمتاحف يدرسوا دراسه علميه لذاك الشيء. وكاين متحف اخر كذلك من اهم المتاحف هو المتحف ديال تطوان، المتحف الاثري ديال تطوان، اللي هو كان فيه مستخرجات الاثريه ديال منطقه الحمايه الاسبانيه. عندنا متاحف، ولكن واش حنا محتاجين للمتاحف الان؟ لان كاين الان مشروع ديال متحف كبير، على كل كيقول كاين متحف كبير غادي ياخذ منطقه كبيره، يكون مع سميه على كل متحف ملكي، خليك ديال الدار البيضاء ديال الرباط، كاين مشروع ديال متحف كبير، وراه كاين زعما اللي مكلفين به الان يولي اكبر في كل شيء الى اخره، معروضه اكثر. لا المواد موجوده، خص غير اللي اختارها ويلقيها، وخص مكان. وحنا تما هذاك المتحف عباره عن فيلا رومانيه قديمه بناوها الفرنسيين وخلاو تما صافي. ما كان بينما متحف وطني خصو يكون متحف في المستوى. اذا كاين مشروع ديال متحف وطني في الرباط كاين، وكاين متاحف اخرى طبعا، ولكن متاحف ديال ما يسمى باثنوغرافيا اللي فيها الملابس وفيها الحلي والى اخره، سواء ديال البطحاء او دار السي سعيد او الى اخره. وكاين الان واحد القضيه خصك تعرفها، راه خرجت مؤسسه خاصه بالمتاحف، لا فونداسيون دي موزي، وراه تعين فيها واحد السيد ما بقيتش عاقل على سميتو، تعين فيها هو اللي مسؤول، هي اللي غتكلب بالمتاحف بالان فصاعدا. نعم. واش كتعتقدوا استاذ وهشي ان الجهويه الموسعه يمكن تعطي شي حاجه ايجابيه في هذا المجال اللي كنتكلموا فيه، هي مجال ديال التاريخ؟ مجال التاريخ والتراث والاثار، اعتقد ممكن على اساس ان الدوله تغير سياستها في هذا الباب هذا، يعني يرجع الاهتمام بالتراث والاثار وبالتاريخ. علاش؟ باش كل جهه يكون عندها واحد الارضيه مشتركه ما بين جميع سكان ديال الجهه. ممكن
ممكن ولكن كيخص امكانيات، خاص توفير الاعتمادات لا 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 المجموعه ديال مجموعه البحث. الا ما كانش ما يمكنش يدير شي حاجه. ماشي غير الامكانيات البحث والدراسه والتحليل والى اخره والتحقيق، هذه مسائل كلها كتجي من بعد، فهمتي؟ ثم التعريف بهذا كله لا والنشر، الا ما كانش النشر راه ما كاين والو. الناس عاود ما عارفينش. شكرا استاذ مصطفى وعشي، تنميرتنك. السيدات والساده النظار الكرام، قبل ما نختموا الحلقه كنحيلكم على اصدارات جديده نعرفوا بها. من بين الإصدارات الهامة كتاب دليل المبدعين بالأمازيغية، وهو من تأليف الأستاذ الباحث أحمد المنادي ومن منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. موضوع الكتاب أنه كيعرف بمجموعة هامة من الكتاب باللغة الأمازيغية في مختلف الأجناس الأدبية من شعر وقصة ورواية. من بين الإصدارات كذلك في مجال الإبداع الأدبي الأمازيغي رواية الجيجن نتيدي للروائي الأمازيغي محمد أكوناض. هكذا كنجيو لنهاية حلقة اليوم السيدات والسادة، وكنتمناو اللقاء بكم في حلقة قادمة.